السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. هنعمل مع بعض النهاردة دونتس بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكل الكمية دي من نص كيلو دقيق بس. وعايزة أقول لكم إن هو رهيب، هقول لكم كل الأسرار والتريكات اللي تطلعوا معاكم بالجمال والعظمة دي. وعايزة أقول لكم بقى إن هو بجد طعمه حلو جدا وهش وفي منتهى الجمال. كمان هسيب لكم لينكات لفيديوهات عملت فيها الدونتس قبل كده بحشوات مختلفة وطرق مختلفة. يلا مع بعض بقى نقول بسم الله ونشوف المكونات بتاعتنا. أول حاجة معايا 600 جرام من الدقيق، يعني 4 كوبايات ونص من المج العادي اللي احنا بنشرب فيه الشاي في بيوتنا كلها. هو المج ده تمام. 600 جرام من الدقيق يعني 4 كوبايات ونص بالمج اللي انتوا شايفينه ده، عشان طبعا لو ما عندكوش ميزان. معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معايا معلقتين كبار لبن بودره، رشه ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، معايا حبتين من البيض، معايا فانيليا، ومعلقه كبيره من الخل، ومعايا كوبايه من اللبن الدافي، وكمان ربع كوبايه من الزبده بدرجه حراره الغرفه. وكل المكونات كتبتها لكم، حطيتها لكم على الشاشه قدامكم، تقدروا تاخدوها سكرين شوت. هحط كل المكونات الجافه، السكر والخميره واللبن البودره والملح والبيكنج باودر، في العجان، وهبدا ان انا اقلبهم مع بعض كويس. طبعا لو ما عندكيش عجان مفيش اي مشكله خالص. بعد كده بعد ما قلبتهم هنزل على طول بالبيض وكمان الفانيليا، وهنزل كمان بمعلقه الخل، بتدي هشاشة حلوه جدا وبتدي طراوه كمان حلوه جدا وبتضيع زفاره البيض. هنزل كمان بالحليب وهبدا ان انا اعجنهم مع بعض بالشكل ده. طبعا كمية الحليب بتختلف حسب نوع الدقيق، فممكن الدقيق عندي يشرب سوائل اكتر من عندك او العكس. فهتبدأي بكوباية واحدة بس من الحليب، وهتبدأي ان انت تزودي تدريجي لحد ما العجينة تتلم معاكي وتكون طرية. اول ما العجينة تتلم بالشكل اللي انت شايفاه ده، تنزلي على طول بالزبدة بدرجة حرارة الغرفة. دول ربع كوبايه من الزبده. المج استخدمته وانا بعاير الدقيق وانا بعاير الحليب وانا بعاير الزبده، تمام، عشان العجينه معاكي تطلع مظبوطه وتطلع ناجحه. هسيب بقى العجان يعجن فيها كويس جدا لحد ما تنعم معانا وتبقى العجينه معانا طريه، وبرده في نفس الوقت مش بتلزق قوي، يعني بتلزق حاجه بسيطه خالص. كل ما العجينه معاكي تكون طريه، كل ما الدونتس معاكي هيبقى هش وطري وهيبقى في منتهى الجمال. تمام. لو هتعجنيه على ايدك بقى ممكن تعجني 10 دقايق ولا حاجه، لو في عجان هياخد مثلا من 5 ل 7 دقايق، مش اكتر من كده. بعد بقى ما العجينه تتعجن معانا كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، معايا هنا اي بوله عندك تدهنيها دهنه بسيطه جدا بالزيت. هبدا ان انا انزل كل العجين اللي في الهوك بتاع العجان، وهبدا ان انا الم العجينه بتاعتي، هغلفها كويس جدا بالزيت، وهحطها بقى في الطبق بالشكل ده بعد ما غلفتها كويس جدا بالزيت. وهبدا ان انا اغطيها واسيبها في مكان دافي تخمر. لو انت مستعجله عليها شغلي الفرن يسخن معاكي واطفيه ودخليها لحد ما تخمر. بعد ما تخمر بقى ممكن تقعد معاكي حوالي ساعه، لان احنا في الشتاء. هبدا ان انا ارش الرخامه بتاعتي بالدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنزل على طول بالعجينه بتاعتي وهي خمرانه، مش طالعه منها الخمر ولا اي حاجه خالص، زي ما هي كده هنزلها على طول على الدقيق بالشكل ده. هبدا بقى ان انا ارش على العجينه بتاعتي رشه برده من الدقيق، وهبدا ان انا افردها. عايزه اقول لكم من طراوه العجينه وان انا سبتها خمرت بالوقت الكافي بتاعها، بتتفرد معاكي بايدك كده بكل سهوله. هي مش محتاجه نشابه ولا اي حاجه، بس برضو بستخدم نشابه لحد ما يوصل للسمك اللي انتوا شايفينه ده. تقدري بقى تستخدمي اي اداه عندك تشكلي بيها بالشكل ده. دي اداه الدونتس بتشتريها من عند اي محل مستلزمات حلويات، او الاداه اللي هي مدوره بس دي لو انت عايزه الدونتس بتاعك تحشيه. تمام. بقطعه بقى وبنقله على طول على ورق زبده عشان يسهل معايا اما يخمر، اقدر ان انا اشيله بكل سهوله اقليه على طول. طيب لو انت مش عندك الادوات دي تعملي ايه؟ عادي هتقطعيه باي كوبايه عندك. الدونتس هتقطعيه باي كوبايه وباي غطاء ازازه او باي تاب بتاعت بسكوت، تاب بتاع كريم شانتيه، تبداي ان انت تعملي الفتحه اللي في النص ديت وبس كده بكل سهوله. عايزه اقول لكم ان هو سهل جدا، تقدري تشكليه بكذا طريقه. وبرده هسيب لكم فيديو انا مشكله فيه الدونتس تقريبا باربع خمس طرق، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه الفيديو ده ان شاء الله في اول كومنت مثبت وكمان في الديسكريبشن بوكس. سمك العجينه بتاعنا حوالي نص سنتي. لو انت بقى عايزاها مقلبظه كده مش هتفردي العجينه قوي. تمام. بعد بقى ما قطعت كل الكميه بالشكل ده ونقلت كله على ورق الزبده، هبدا ان انا الم الزوايد بتاعتي واعجنهم مع بعض واسيبهم يرتاحوا حوالي ربع ساعه. وهبدا ان انا افردها تاني على رشه برضو من الدقيق، واقطع كل الكميه اللي عندي لحد ما العجينه تخلص، واسيبهم بقى لحد ما يخمروا حوالي ساعه. طيب بعد كده مرحله القلي، الزيت معانا يكون سخن جدا والنار على نار هاديه تماما. هبدا ان انا انزل الدوناتس بتاعي على طول واحده واحده، وهتاخد معاكي في السوا حوالي 3 دقايق. تاني الزيت بتاعنا سخن جدا والنار معانا هاديه تماما. هبدا انزل بالدونتس وهبدا ان انا اقلب فيه لحد ما ياخد اللون الجميل. طيب بتطلعيه على ايه؟ بطلعه في مصفى عشان خاطر ورق الزبده بيطريه وممكن ان هو يخليه يشرب زيت.
بطلعه على مصفى، احط المصفى واحط تحتها طبق تصفي كل الزيت الزياده. لو انت بقى عايزه الخط الابيض بتاع الدوناتس يكون موجود هتقللي معاكي كميه الزيت، وكمان تخلي سمك العجينه بتاعتنا سميك شويه عن اللي انا كنت عاملاه. تمام، يبقى حاجتين هيخلوا معاكي الدوناتس يطلع بخط ابيض. اول حاجه ان كميه الزيت تكون قليله، تاني حاجه ان سمك العجينه او سمك الدوناتسيه تكون كبير شويه. تمام، بس كده مش اكتر. هقلي بقى كل كميه الدوناتس، وزي ما قلت لكم تاني لتالت مره بقول اهو، الزيت معانا يكون سخن جدا والنار على نار هاديه عشان الدوناتس معانا يستوي وما يبقاش معجن من جوه. بس كده هخلص كل الكميه، ونبدا بقى ان احنا نشوف التزيين والحشوات. اول حاجه هنعمل حشوه الكاسترد، دي اللي هنحشي بيها الدوناتس المدور. حطيت معلقه من السكر، معلقه من الكاسترد، بتشتريه طبعا بيبقى جاهز. هحط عليه كوبايه من الحليب، هبدا ان انا ادوبهم على البارد. الحليب معايا ساقع من التلاجة. حطيت شويه صغيرين كده هدوب فيه الكاسترد والسكر عشان خاطر الكاسترد ما يكتلش معانا، وهنزل بباقي كميه الحليب. هقلبهم كويس جدا على البارد، وبعد كده هرفعهم على نار هاديه مع التقليب المستمر لحد ما يتكون معانا الكاسترد ويبقى زي المهلبيه او في مقاوم المهلبيه، بيبقى تقيل يعني لحد ما يتقل معانا. وهنسيب الحشوه دي على جنب لحد ما تبرد تماما. الدوناتس بتاعنا اهو ما شاء الله، دي كل الكميه اللي طلعت من 600 جرام دقيق. عايزه اقول لكم ان هو طري وهش جدا، انا ما كنتش عارفه امسكها لانها كانت سخنه قوي، بس عايزه اقول لكم ان هو طري. طبعا انتوا شايفين هو قد ايه طري وهش، واللون الابيض الجميل اللي في الدوناتس ده عايزه اقول لكم تحفه. سيحت بقى شوكولاته دارك وشوكولاته بيضه، هبدا ان انا ازين الدوناتس بتاعنا بالشكل ده. هبدا ان انا انزل بالدوناتس في قلب الشوكولاته اللي انا سيحتها، واوزع الشوكولاته كويس جدا واسيبها لحد ما تنشف معانا. طبعا لو انت هتحطي لولي سبرينكلز، هتحطي فارماسيل، اي حاجه تحطيها والشوكولاته بتاعتك لسه طريه قبل ما تنشف. زي ما انا عملت كده، اول ما خلصت كام واحده قبل ما تنشف على طول ببدا ان انا احط اللولي او السبرينكلز او الفارماسيل حسب طبعا ما انت حابه. كمان استخدمت صوص اللوتس اللي انا عملته قبل كده، ممكن تشوفوه برضو على القناه. هبدا ان انا احط فيه الدوناتس بالشكل ده، وبرضو هبدا ان انا اشكله زي ما انتم شايفين كده. هحط برضو لولي، ممكن تحطي بسكوت اوريو متكسر، ممكن تحطي بسكوت لوتس متكسر، اي حاجه المتوفر عندك تقدري تعمليه. انا هنا على الدوناتس اللي انا حطيته في صوص اللوتس هحط عليه وحدات كده من اللولي الجولد. تقدري تشكلي طبعا حسب ما انت حابه وحسب ذوقك والمتوفر عندك. تمام، ما تكلفيش نفسك خالص، اعملي المتوفر عندك. هبدا بقى هنا على الدونتس اللي انا حطيته في صوص الشوكولاته بعد ما جمد، هحط برضو عليه خطوط كده من صوص اللوتس. عايزه اقول لكم ان هو كان طعمه حلو جدا بالشكل ده. طريقه تسييح الشوكولاته بقى، في اول طريقه والطريقه دي سهله جدا. هتسيبي الشوكولاته في الكيس بتاعها مقفول زي ما هي كده، تحطيها في ميه سخنه مش مغليه لحد ما تسيح معاكي تماما في الكيس، تنزليها على طول في الطبق وتبداي ان انت تستخدميها. اهم حاجه مفيش ميه خالص توصل لها. تاني طريقه ان انت تحطيها على حمام مائي، تكون الميه في حله تكون سخنه جدا، وتحطي عليها طبق الشوكولاته وتبداي ان انت تقلبي فيها باستمرار لحد ما تدوب، برده الميه ما توصل لهاش خالص. طيب تالت طريقه هقولها لكم، بس بعد ما اقول لكم الخطوه اللي انا عملتها دي بمقوار كده، ببدا ان انا اعمل تجويف في الدونتس المدور ده عشان خاطر اقدر ان انا احشيه. شايفين بقى هشاشه وطراوه الدونتس، عايزه اقول لكم في منتهى الجمال، اللهم بارك، حلو جدا وطعمه كمان كان حلو قوي. بعد ما الكاسترد بقى بيرد حطيته في كيس حلواني باي تبع عندك، وهبدا ان انا احشي بيه بالشكل ده. عايزه اقول لكم بصراحه الدونتس ده كان طعمه حلو جدا، جربوها يعجبكم قوي. طيب تالت طريقه بقى لتسييح الشوكولاته وهي الميكرويف، بصراحه انا بحبها جدا الطريقه دي. بحطها في الميكرويف 30 ثانيه في 30 ثانيه مع التقليب المستمر، كل 30 ثانيه اطلع الطبق اقلب فيه وادخله لحد ما تسيح معانا تماما. هنا بقى دي نوتيلا حطيتها في كيس حلواني ودخلتها الميكرويف حوالي دقيقه لحد ما ساحت معايا، اقدر ان انا اشكل بيها وهشيب بيها برده شويه من الدونتس. طيب هنا برضو حطيت الدونتس بتاعي اللي انا حشيته كاسترد في صوص شوكولاته دارك، وحطيت عليه بسكوت اوريو متكسر. طبعا دي كلها بدايل اوريو وبدايل لوتس عشان طبعا المقاطعه. هنا بقى دي الشوكولاته البيضه برضو بحط فيها الدونتس بالشكل ده، وابدا بقى ان انا ازينه ب ده سبرينكلز. بتزيني طبعا باي حاجه عندك. عايزه اقول لكم حتى لو شويه جوز هند، حتى لو شويه سوداني مجروش، اي حاجه تقدري تزيني بيه. هنا بقى شويه من الفارماسيل بالشكل ده. كده انا قلت لكم 3 طرق لتسييح الشوكولاته، مفيش اسهل منهم، الطريقه الانسب بالنسبه لك تعمليها. هنا بقى حطيت في اي كيس تلاجة عندك شويه من صوص الشوكولاته الدارك، وهبدا ان انا اعمل بيها خطوط على الشوكولاته البيضه. تمام، بالدونتس اللي هو عليه شوكولاته بيضه، والعكس برضو في الدونتس اللي عليه شوكولاته دارك حطيت في كيس حلواني او في كيس تلاجة شويه من الشوكولاته البيضه وعملت خطوط بالشكل ده.
الدونتس ده بقى حطيته في صوص اللوتس وعليه بسكوت اللوتس، طبعا برضو البدايل، ودي كل الكميه اللي طلعت معانا. تقدري تزيني حسب ما انت حابه، وهسيب لكم طرق تانية للتزيين في اول كومنت مثبت والديسكريبشن بوكس. قولي لي رايكم طبعا في الكومنتات. الفيديو لو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. طبعا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا يحفظهم يا رب وينصرهم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.